طيب هو أنا إيه البداية بتاعتي؟ إيه الحاجة اللي أنا محتاج أبدأ بيها عشان خاطر أبدأ أطوّر من نفسي وأعلّي الself awareness بتاعتي؟ سيظل دائمًا وأبدًا بالنسبة لي SWOT analysis هي أول وآخر tool هابدأ أتكلم فيها في الcareer planning. واحدة من أهم الtools اللي إحنا محتاجين دايمًا تبقى محطوطة قدّامنا، ودي ما بتتعملش مرّة واحدة في العمر، دي بتتعمل يعني أنا شخصيًا باعملها كل سنتين 3 هي الSWOT analysis ليه؟ لإن إحنا كل فترة محتاجين نراجع إيه الstrengths points اللي عندي، الحاجات اللي أنا اتطوّرت فيها، الtalents اللي أنا بقت موجودة عندي دلوقتي، الlearnings اللي أنا طلعت بيها، إيه الweaknesses points اللي عندي، وهي دي الحاجات اللي أنا محتاج أطوّر نفسي فيها الفترة الجاية على حسب أنا بقيت فين حتى في مجال الشغل بتاعي، إيه الopportunities اللي موجودة قدّامي، إيه الفرص اللي موجودة، الحاجات اللي أنا محتاج أبدأ أتحرّك عليها وأشتغل عليها. وايه الثريتس اللي ممكن تكون موجوده دلوقتي او المخاطر اللي هي ممكن تكون بتهددني او ممكن تعطلني في المجال بتاعي. عشان كده بنقول ان السوات اناليسيس دي تول مهمه جدا، لازم نكون مركزين معاها ولازم نكون واخدين بالنا بينها كويس جدا 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 وانا بحط الكارير بلان بتاعي، عشان خاطر ده بشكل كبير جدا هتساعدني بعد كده ابقى عارف انا رايح فين اروح امتى. ممكن اصلا اقرر عن طريق ان انا عارف الويكنسز بوينت اللي عندي ان الحاجه دي مش هتناسبني او مش هتنفعني، فاقرر ان انا ما اروحش للحته دي خالص طالما انا عارف ان المكان دوت انا الويكنسز بوينت ممكن تعطلني فيه، ومن هنا احط الديفلوبمنت اريا بتاعتي، انا اطور في نفسي في ده الاول بعد كده ابدا اروح على الحاجه دي وهكذا.